الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي فيديو جديد النهارده يا جماعة. هنسمع مع بعض يا جماعة تلاوة عظيمة جدا يا جماعة. أهل المغرب عارفين إن هم من أشطر وأحسن الناس اللي بتتلو القرآن في الساحة دلوقتي يا جماعة. طبعا مصر لها منافسين كتير، ومصر كان ليها ما شاء الله باع طويل في قراءة القرآن، ولكن دلوقتي الناس النشء اللي طالع جديد والشباب اللي طالعين جداد دول يا جماعة ما شاء الله عليهم مكسرين الساحات في كل المسابقات، عمالين يكسبوا. دلوقتي هتشوف مع بعض حدث رهيب يا جماعة. الناس وهي عمالة تسمع الصوت كأن في يعني جسمك هيقشعر من حلاوة الصوت يا جماعة. أهل المغرب حاجة عظيمة جدا يا جماعة. الناس دي بتربي، انا شفت لهم في الكومنتات يعني بيقول لك ايه، واحد بيحكي يعني تجربه ان هو عندهم يعني زي مثلا ايه عادات وتقاليد كده، ان لازم الشاب او الطفل وهو صغير لازم ان هو يروح الكتاب ويقرا تفاسير القران والاحكام بتاعته والكلام ده كله يا جماعه. فبالتالي لما يجي يكبر بيتربى على ايه، يعني تربه خصبه، تربه كويسه صالحه ان هو يطلع عالم جليل في القران يا جماعه. وده اللي هنسمعه مع بعض دلوقتي. ما تروحوش لبعيد لان ردة فعل قويه يا جماعه جوه الفيديو واخر الفيديو باذن الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من
من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا
يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تعقلون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله
وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. معكم الفيديو بتاعنا النهارده انتهى. شفنا مع بعض التلاوه الرائعه وهو بيتلي القران الكريم قدام الناس يا جماعه، قدام الجمهور، يعني حاجه كده بتسلطنا يا جماعه. دلوقتي في ناس بتدفع فلوس كتير قوي عشان تروح تسمع الناس دي، بدل ما يروح يسمع الحفلات ويروح يسمع الاغاني ويروح يسمع هنا وهنا. بالعكس دلوقتي بقت في ناس ممكن تسافر، يعني في دول شرق اسيا كلها يا جماعه زي اندونيسيا وكده بتطلب الناس ديت بالاسم. متخيل قدام جموع؟ طبعا اندونيسيا اكتر دوله اسلاميه فيها نسبه اسلام يا جماعه. اقصد لما يجي يطلبوا حد من المغرب، شيخ مغرب او كده، الناس تشوف من قاره وقاره تانية وبعد مسافات كتير كبير جدا، وبالعكس بيروحوا بيضيفوا بيه وكل حاجه. فبالتالي يعني يدينا فكره كده ان اهل المغرب ناس شاطرين، ناس محافظين على اصول وقيم الدين بتاعتهم كويس. وفوق ده كله ازيدكم من الشعر بيت يا جماعه ان كمان عندهم اصوات عظيمه، اصوات تستحق ان هي تتسمع. اسمع وارح قلبك، غمض عينك كده وانت بتسمع الفيديو او انت بتتفرج الفيديو، ما تركز، اسرح في الصوت وفي القرآن والتلاوة الجميلة، وشوف حكمة ربنا ان ربنا بيلهم حد الصوت الجميل ده. هو ده اللي احنا عايزينه من الفيديو بتاعنا. وده كمان يا جماعة اللي احنا لازم نطلعه للنور، النماذج الصح، النماذج اللي هي بتخلي ولادنا الصغيرين يقدروا يتفرجوا على الفيديوهات دي، النماذج اللي بتخلينا ان احنا نسمعها وتدخل كل بيت، سواء انت في شهر رمضان الكريم او غير شهر رمضان. حاجات تدخل كل بيت بدون يعني خجل، بدون يعني ان انت بتستحي وانت بتتفرج عليها. هو ده اللي لازم ان احنا نطلعه للناس يا جماعه، والناس لازم تشوفوا المواهب الجميله من داخل المملكه بتاعتنا، مملكه المغرب الشريفه العظيمه يا جماعه. هنتلاقي فيديوهات تانية كتير جايه، ما تنسوناش من الدعم بتاعكم، من اللايك، من الاشتراك، من كل حاجه يا جماعه. وفي نهايه الفيديو هقول لكم سلام.